أول ظهور لزوج بسنت، هي دي صورته يا جماعة اللي ناس كتيرة عايزة تشوفه. مين اللي وصلها إنها تعمل كده؟ هتشوفوا الصورة وهتعرفوا كل التفاصيل اللي قالها زوج بسنت بعد ما رحلت عن عالمنا. وطبعا المحامي الخاص بيها قال تفاصيل مؤلمة جدا عن حياتها، وقال إن قصتها مليانة تفاصيل وضغوطات كبيرة من سنين، واللي حصل ما كانش لحظة عابرة، لأ ده كان بسبب تراكمات طويلة جدا جدا. وقال انها كانت متجوزة وبعدها حصلت خلافات انتهت ان هي خلعته في سنة 2020، وبعد كده بدأت أزمة جديدة تانية مع أسرة زوجها وطردوها من الشقة، وبعد كده ما كانتش عارفة تعمل ايه ورفعت كذا قضية علشان تاخد حضانة البنات. وكانت عايشة مع جوزها في البداية في مستوى مادي مناسب بمنطقة سيدي جابر، وسابت الدراسة في البداية وكانت متفرغة لبناتها قوي. وبعد الخلافات قررت انها تتحمل المسؤولية لوحدها، خصوصا بعد رحيل والدها اللي من بعده شافت الدنيا كلها سودة. بعد الطلاق رجعت وكملت دراستها لحد ما حصلت على ليسانس حقوق. حاولت كتير انها تشتغل اكتر من مرة عشان عايزة توفر حياة مستقرة لبناتها، ولكن الظروف كانت اصعب من قدرتها. وبعد كده استمرت عليها ضغوطات مادية كبيرة جدا، كانت بتحاول تعتمد على نفسها ولكن واجهت صعوبات كبيرة في النفقة، خصوصا ان طليقها مسافر بره، وده زود العبء عليها في فترات صعبة كتيرة وصلت ليها. وكمان باعت بعض المتعلقات الشخصية عشان عايزة تكمل مسؤوليات اللي عليها. وقال انها كانت بتستلم دعم او نفقة من جد البنات، وبعد كده النفقة ديت كانت أقصى حاجة وأقصى مبلغ ليها 4000 جنيه، وطبعا ما كانوش هيعملوا لها حاجة في هذه الظروف. وتعرضت لأزمات وضغوطات نفسية كبيرة جدا، وطبعا انتهت بالمأساة اللي كلنا عارفينها. وقال أنا عندي تفاصيل تانية كتير مش هقدر أتكلم فيها دلوقتي. طبعا ده المحامي الخاص بيها. ولكن في ظهور طبعا ناس كتير بدأت تبحث عن ظهور عمرو. يا ترى هو فين؟ يا ترى عاجبه اللي حصل؟ يا ترى فعلا قدر يوصل إنسان إنها تعمل في نفسها كده؟ طبعا الموقف صعب ومؤلم جدا جدا. عايزة اقول لكم ان هي دي الصورة اللي منتشرة وموجودة ليها وهو معاها ومعاهم بنتهم الاولى. وطبعا هو نفسه عايز ينزل دلوقتي علشان هو مطلوب انه يقف ويتم محاسبته علشان يشوفوا اذا كان هو ليه دخل او سبب فيما حدث لها، خصوصا ان ناس كتيرة بتقول ان لو سمعتوا اللايف بكل تفاصيله في الدقايق الاخيرة، مين اللي قفل اللايف، مين اللي كان بيتحرك اللايف، ما اتقفلش بضغطة زر، لا اللايف فعلا حد كان ماسك الفون، كانت عينيها رايحة وجاية في اماكن متفرقة. ده كل الكلام ده احنا ما عندناش اثبات عليه. طبعا هيتم البت النهائي من قبل التحقيقات. عايزة اقول لكم ادعوا لها كتير فقط بالرحمة لو تكرمتم. اول ظهور لزوج بسنت، هي دي صورته يا جماعة.